السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الفل والهنا والسعادة على قلوبكم جميعا يا رب. فيديو جديد وروتين جديد. لو أول مرة تشوفوني ما تنسيش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس، ونبدأ إن شاء الله بإذن الله الفيديو بتاعنا كده من صلاة الفجر. بدأت وبصراحة الرنجة دي كنت شارياها كده، هي زي ما هي كده متنضفة ومحطوطة في زيت بس، ومكنتش قادرة استنى بصراحة عليها اكتر من كده. طبعا جبنا قفص ليمون وقفص عيش علشان خاطر الاكلة دي محتاجة كده. بصراحة مؤخرا ما بقيتش اميل للفسيخ خالص، الرنجة بس والمتنضفة كمان. ما بقيتش اقدر بصراحة اجيب اللي هي مش متنضفة واقعد انضف فيها، بحس ان هي بتبهدل لي البيت، وعقبال ما بنضفها كده بحس ان انا نفسي اتقفلت منها. فقليت بطاطس جنبها كده بقى، وعملت بصل بملح وكمون وخل وليمون كده، وقطعت خضار، وطبعا كنت فطرت وعملت بقى يعني ايه مج شاي كبير قوي كده. وزي ما بقول لكم كده الريسبشن الواحد حاسس ان هو في حاجه غلط. ايه هي مش عارفه، بس انا كنت قاعده كده بقى قلت اقعد بس اشرب كوبايه الشاي بتاعتي، وبعد كده اشوف انا هعمل ايه. ف انا عايزه اقول لكم هو الريسبشن يبان ان هو نضيف، ولكن شايفين الجزامة عليها كمية تبصيمات وصلصة وشوكولاتة من أستاذة خديجة طبعا. فالدنيا كانت بايظة خالص، فقمت شيلت بقى الكفرات وكده وكنست كده. أنا عايزة بس أوريكم، يعني شايفين كمية بس الحاجات التراب اللي طالع، مع إن أنا مشفطة بالمكنسة بالليل، يعني ما كانش في أي حاجة على الكفرات يعني. فبصراحة الموضوع يعني صعب قوي. الكفرات محتاجة اغسلها، بس بحاول على قد ما اقدر ان انا يعني اخر ان انا اوديهم الدراي كلين لحد بس الشتا ما تبقى خلاص داخله، علشان ما اضطرش ان انا اغسلهم تاني. فكنت مسحت كده واديت تلميعه بالشرشوبه، وطلعت العده بتاعتي دي الفوط اللي انا كنت اشتريتها المره اللي فاتت، قلت لكم ان انا اشتريتها وانا جايباها للتلميع بس. طلعت طبعا البليدج والجلانس كده وكلوريكس الوان، علشان الجزامه دي من ايكيا يعني، الخامه بتاعتها بلاستيك، ما بينضفهاش لا الجلانس ولا بينضفها البليتش، ما بينضفهاش حاجه زي الكلوريكس الوان بصراحه يعني. عايزه اقول لكم بقى ان انا شلت كل الكوشن والرانر اللي هو الفرو ال- البينك دوت. وانا عايزه اقول لكم ان انا حاسه ان هو لا القماش مدي براح كده، كنت حاسه ان هو مسخن الدنيا يعني. لقيت ان الحته دي عليها زحمه بعد ما حطيت عليها المكرميه، فشلت لقيت المفاتيح كده كده جوزي بيجي يرميهم على الجزامه تحت المرايه، فخلاص بقى قلت بس علشان الحيطه ما يبقاش منظرها صعب وكده. عايزه اقول لكم بقى لما حطيت الكوشن القماش ده، لا حاسه ان الدنيا هديت. وكمان سبحان الله لما بتغيروا مثلا مفرش السفره او حاجه زي كده، لا بتحس ان هو لا انتوا عملتوا انجاز. فنضفت كده وغيرت الكوشن، وانا عايزه اقول لكم يعني هتشوفوا دلوقتي معايا في الفيديو الساعة كام. الساعة كل ده كانت الساعة لسه 8:10. فالصحيان بدري ده فعلا والله العظيم نعمة نعمة بقى وإنجاز. أنا عايزة أقول لكم إن أنا كنتش متخيلة إن أنا بعد ما فطرت وشربت شاي وعملت كل ده لسه برضو الساعة 8:10. بس أنا اليوم عندي كام مسحوم، وكنت محتاجة أعمل فيه كمية حاجات كتيرة قوي. بدأت إن أنا أغسل السجاد اللي هو الصغير، دي السجادة التانية بتاعة المطبخ غير اللي هي الأبيض في أسود. فبدأت كده ان انا يعني اعملها، قلت بقى كل يوم مثلا اخد لي مشايتين ومثلا سجادة صغيرة زي كده. طبعا بتفرق لان انا هوديهم الدراي كلين هتحاسب عليهم، فبصراحة بتجمل قوي في الحساب وما بينضفوش زي ما انتوا متخيلين يعني. هنا كده دخلت بقى قلت اعمل دورة تنظيف للغسالة، قلت لكم المرة اللي فاتت هعملها معاكم. اول حاجة بشيل الدرج بتاع الوبر ده، وشايفين كمية الوبر اصلا اللي في الدرج نفسه، دي هشيلها وامسحها. وده اللي جوه الدرج شايفين ناشفة لان كنت ما شغلتش الغسالة قبلها بيوم، فبشيلها كده وبغسل الدرج ده وبغسل مكانهم. وزي ما بوريكم كده انا جايبه الخل وملح الليمون والبيكربونات. عايزه اقول لكم ان انا بقى بستخدمهم على حسب مثلا انا اخر مره عامله الدوره امتى. يعني مثلا لو بقالي شهرين مثلا ما عملتهاش بحط ازازه الخل دي كلها اللتر. لو مثلا شهر لا بحط نصها. بعملها من اسبوعين بحط ربعها كده. فهي على حسب انتوا اخر مره عملتوا الدوره امتى، والغسيل معاكم بيطلع عامل ازاي. ده انا جايبه ب10 جنيه ملح ليمون وب10 بيكربونات، مش هحطهم كلهم، احط حبه كده واشيل الباقي، لان هي برضو انا كنت عامله لها دوره تنظيف من قريب، فما كنتش محتاجه ان انا يعني اكتر وكده.
فهحط الخل كده وكل شويه بحط وارجع ابص انا حطيت ايه، حطيت ربع الازازه ولا نصها ولا حطيت 3/4 كده يعني. بقول لكم على حسب المده اللي بتعملوا فيها. بس لما سبحان الله بتتعمل، لا هي اصلا بتفرق في العمر الافتراضي بتاع الغساله نفسه، وفي نفس الوقت بقى بتديكم نتيجه حلوه قوي في الغسيل لما بتستخدموها بعد كده. بتحسوا الغسيل لا اللي ما كانش بينضف لا هو بينضف. شايفين ده كان كده اشتغلت شويه. كميه الميه العكر اللي طالعه منها غريبه. والصابون احنا حاطين صابون، ده الصابون اللي بيبقى بين الحلتين. فالغسالات اللي فوق اوتوماتيك دي بتحتاج فعلا الدوره دي من وقت للتاني. انا طبعا كان عندي بواقي اكل بقى، صباعين كفته هم حطاهم تحت الستريبس والرز، قطعت عليه شويه ستريبس وحطيت عليه كده كاتشب ومايونيز وعملت طبق سلطه وحطيت فيه، قلت علشان لو الرز ما كفاش نبقى ناكل بيه الستريبس. يفضل اليوم اللي هتعملوا فيه حاجات كتير يبقى عندكم اكل وكده. طبعا جبت طماطم بقى، قلت افرز شويه لان انا كنت بصراحه محتاجه افرز شويه. وجبت كمان حاجه محشي جبت خضار وفاكهه كده، يعني حاجات بسيطه على قدي بس تمشيني اليومين دول، لان انا محتاجه انزل اشتري الحاجه بنفسي بصراحه. هنا كده كنت خلصت يعني غسلت المواعين، وفي نفس الوقت الصلصه على النار وخلصت وكيستها كده. ما شاء الله عملت معايا كميه حلوه، واشتريت اكياس عشان ما يعني ما اقعش في نفس الغلط اللي وقعت فيه المره اللي فاتت. الكميه اللي انا عملتها دلوقتي مثلا ما كانتش تجيب نص الكميه اللي انا عملتها الاول. هنا بوريكم كده ان الريسبشن اللي كان متنضف الصبح، طبعا هي مسكت تين. فبقى بدأت ان هي تعرف ايه اللي بيضايقني وكده، وبقت يعني تمسك كده الحاجة والاكل وتعصره كده في الشلب بتاعت الانتريه. فطبعا اضطريت ان انا اشيلها واغسلها، والكوشن اللي انا شلتها الصبح غسلت نصها. يعني قلت اخف على الغساله بلاش اغسلهم كلهم مع بعض لان هم طبعا كلهم تقال. فشلتهم وغسلتهم ونشرتهم زي ما شفتوا كده. وقلت بقى اعمل مشروبي بقى المفضل. انا عايزه اقول لكم المشروب بتاع فيه زفن ده اللي بالتوت ده تحفه. وانا كمان كنت جبت طبق توت يعني، فقلت احط كام واحده منهم كده على مكعب التلج. بصراحه المشروب ده منعش، واصلا لونه كده بيوديني في حته تانية يعني. فعملته كده. عايزه اقول لكم يعني انا اصلا ما كنتش متخيله ان المنتجات بتاعه الشركه دي، انا عارفه ان هي مش مقاطعه وكده، بس ما كنتش متخيله ان هي الحاجه بتاعتها فيها صودا وحلوه كده. لكن نازل منها كذا طعم كلهم حلوين بامانه يعني. فعملته كده بقى وقلت اقعد اروق على نفسي وانسى بقى اللي حصل لي، لان انا اليوم فعلا النهارده ارهقت. كم الشاية مثلا على سجادة المطبخ، على دورة التنظيف، على الصلصة اللي انا عملتها، كل الحاجات دي يعني كانت بالنسبة لي مرهقة، وان انا كمان يومي كان بادئ من بدري. فعملت المشروب القمر ده بقى كده وقعدت اتفرج على التلفزيون شويه. وانا عايزه اقول لكم ان اليوم حرفيا كان طويل قوي ما كانش عايز يخلص. هنا انا برش المعطر اخر اليوم. عايزه اقول لكم ان انا يعني ما استنيتش ان انا بيت الشله، الكفرات بتاعه الشله دي، لان انا بصراحه ما كنتش عندي استعداد ان انا اصحى الصبح تاني يوم والاقي الانتريه مش نظيف او مش لابس يعني. فزي ما بوريكم كده شايفين اصلا الشيلة كانت نظيفة قوي، لكن بالنسبة للانتريه نفسه، الانتريه عايز يعني بصوا عايز يتوضب. فان شاء الله والله العظيم كنت خلاص هجيب حد ينضفولي وكده، فبصيت لقيت جارتي بتقول لي ده انا طلبت الجهاز اللي بينضف الانتريه، فانت بقى ما تعمليش حاجه انا هجيبه استخدمه انا وانت. فقلت لها الله يبارك لك يعني. فهي لسه مستنيه الشحن بتاعه لانه بيقعد 15 يوم. فان شاء الله باذن الله ننضف كده ونستخدم الجهاز مع بعض. يا رب يكون الفيديو خفيف ولطيف كده وتكونوا استفدتوا منه باي حاجه. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديو جديد وروتين جديد. لو عجبكم الفيديو ما تنسونوش في اللايك والاشتراك مع